السيلز تيم مش الاوبريشن تيم. شخصيه بتتطلب ايه لو انت عايز تنمي البزنس على كونسبت السيلز تيم وشكل التوسع الخاص بالسيلز تيم، مش شكل التوسع باي شكل من الاشكال اكتر ما ان في سيلز تيم بيبيع. شخصيه السيلز تيم دي والجراس بتاع السيلز تيم بيحتاج شخصيه قياديه. فلو انت مش شخصيه قياديه ما تروحش للسيلز تيم، او عين شخصيه قياديه. عين شخصيه تكون محفزه لو انت مش محفز، شخصيه بتعرف تبني فريق عمل، شخصيه بتحب تطور الناس، شخصيه بتعرف تبني ثقافه الاداء. لا انا شخصيه مش ليدرشيب وعايز اعين سيلز تيم. لا انا شخصيه مش محفزه. لا انا شخصيه ما بعرفش ابني فريق عمل. لا انا شخصيه ما بعرفش اطور في الناس. خلي بالك كل ده في شواهد في حياتك قبل ما يكون في شواهد في البزنس. فانت كم من 10 كليدرشيب؟ انت كم من 10 محفز؟ انت كم من 10 بتعرف تبني فريق عمل؟ انت كم من 10 بتحب فعلا تطور الناس وبتعرف تديهم ثقافة الأداء وبتعرف تبني منظومة بيع وليس بيع؟